طيب دلوقتي يا فندم، الدكتاتور حاول يحسن شكله وانه يجيب رئيس وزراء محبوب. فقال لك بس هو ماجد الكدواني بقى اختارك وقال لك عندك كل الصلاحيات يا سيادة معالي دولة رئيس الوزراء انك تصلح البلد. هتقول له ايه؟ موافق؟ طبعا. فعلا. يعني من الناس اللي مستعد يتحمل المسؤولية عشان الاصلاح. خطه مش مسؤوليه. ما يهمنيش المسؤوليه، انا بخاف من المسؤوليات قوي، انا مش بتاع اتحمل مسؤوليات. بس عايز اعمل حاجات. رائع. اول قرار هتاخده ايه بقى؟ حاجات كتير قوي. اول قرار هاخده نبتدي نلتزم مع بعض في الشارع. لان الشارع ده المكان الوحيد اللي بنتقابل فيه كلنا اصلا، واللي بنحتك فيه كلنا مع بعض بمختلف طبقاتنا. نمرة 2، لازم يبقى في حالة نظافة رهيبة في البلد كلها، محدش يرمي ورقة في الشارع. نمرة 3، لازم بقى يعني الواحد لما بيبقى نازل بالطيارة يا استاذ ابراهيم بيدمع. يعني نفسي الصحراء الكتيرة قوي دي، يعني احنا على فكرة مش كتير، احنا محتاجين ناس اكتر واكتر. ده بالنسبة لمساحة الارض. لمساحة الارض احنا سايبين الشقة وقاعدين في اوضة. طب يا ريت في اوضة، ده احنا قاعدين في الطرقة. بالظبط بالظبط. طب اكتشفت بقى كل اللي انت عايز تعمله ده وبصيت لقيت انك رئيس وزراء بلا صلاحيات، مش عارف تنفذ اي حاجة من دي، تعمل ايه؟ تنزل تصالح الشعب في خطبة، ولا تاكل عيش وتكمل رئاسة الوزراء، ولا تستقيل من سكات؟ هنزل اكلم الناس في الشارع فعلا. هتقول للناس وتواجههم وتقول لهم ان انا معيش صلاحيات. معيش صلاحيات، بس لازم نعمل ونعمل ونعمل ونعمل. ممكن احنا نخلق قانون لنفسنا على فكره. والمشكله ان احنا قاعدين مستنيين لما يبقوا يطلعوا قانون نبقى نلتزم، لما يبقوا ياخدوا غرامه انا ابقى التزم. احنا ممكن نعمل قانون لنفسنا، احنا اللي بسلوكياتنا احنا، يعني احنا اللي نبتدي.